السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. معاكم حنان عمارة من قناة حنان كروشيه. نتقابل في فيديو جديد. النهاردة هننفذ مع بعض موديل رجالي. طلبتوا مني موديلات في الكروكسات رجالي، تقدري تنفذي بنفس الفكرة رجالي وحريمي واطفالي. اي مقاس تحبيه. فكرة بسيطة، بس لو اول مرة تشوفينا ما تنسيش تفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتسيبي كومنت ولايك لو الفيديو عجبك، وان شاء الله تنفذيه معانا ونشوف التطبيقات. النهارده هننفذ مع بعض الموديل ده. موديل بالوانات رجالي شويه، تقدري تنفذيه طبعا بالوان مختلفه. الفيديو بسيط وهنتعرف مع بعض طريقه ان احنا نعمل الشكل ده. تقدري كمان تعملي ما يبقاش فردتين، يعني يبقى الفردتين شكل بعض، سواء مقلم او سمبوكسه. احنا نفذنا مع بعض، نفذته اهو بلونين مختلفين. افكار بسيطه وان شاء الله تنفذيها ويعجبك. ان شاء الله هنشوف كل التفاصيل. هنقول بسم الله ونبدأ على بركة الله. انا هعمله البداية بتاعته. هبدأ ب37 غرزة او ب37 سلسلة. انا جهزتهم اهم. هنا عشان الكروكس مقاسه كبير، فانا هشتغل بغرزة النص عمود علشان التزايد بتاعي يبقى مظبوط. طبعا لو الخيط بتاعك هيختلف ومقاس الابرة، عدد الغرز هيختلف. انا هنا شغالة بخيط كارما سوفتي لوكس. طبعا تقدري تشتغلي باي خيط متوفر عندك. انا هنا اشتغلت 37 سلسلة، هرتفع سلسلة. هنا في غرزة النص عمود انا برتفع سلسلة واحدة. هلف الخيط على الابرة، واول غرزة بعد الارتفاع هدخل واعمل فيها اول غرزة نص عمود، وفي نفس المكان هعمل كمان واحدة، وهحط فيها الماركر عشان دي غرزة البداية عندي للتزايد اهي. وهشتغل بقى في كل غرزة غرزة اهي، نص عمود بالشكل ده لحد ما اوصل لاول غرزة عندي في الدور. وصلت اهو لاخر غرزة في الدور اللي هي كانت اول غرزة في السلسلة. هلف الخيط وادخل واعمل فيها 5 نص عمود. ادي اول واحدة، وهبدأ احط فيها الماركر. هلف الخيط وادخل اعمل 5، يبقى كده فاضل لي كده 2 3 4 5. وهحط الماركر في اخر غرزة من ال5. يعني انا كده حطيت في ال5 غرز، حطيت في اول غرزة واخر غرزة في ال5 غرز. هبدأ الف بقى الشغل عادي واعمل، انا بشتغل بالظبط كأني بعمل قاعدة بيضاوي، كأني بعمل شنطة اهي. هشتغل فوق كل غرزة غرزة لحد ما اوصل لاول غرزة عندي في الدور اللي انا كنت عملت فيها 2 ونرجع. وصلت اهو الغرزة اللي انا كنت عملت فيها 2 نص عمود في الاول. هدخل واكملهم 5، يعني هعمل 1 ومنساش احط فيه الماركر، وادي 2 3. كده انا عملت في الغرزة الاولى والاخيرة في كل غرزة 5 غرز نص عمود. هقفل في اول غرزة نص عمود هقفل بيها بغرزة منزلقة اهي. وكده انا خلصت عندي الدور الاول. هرتفع سلسلة، هلف الخيط وهدخل اعمل في اول غرزة 2 نص عمود. طيب في القاعدة بتاعتي هنا احنا لو لاحظنا شكل الكروكس هنا عريض وهنا مش عريض، فانا ممكن في الغرز هنا هعمل ايه؟ هشتغل في الغرز هنا في ال5 غرز تزايد. يعني هاجي في اول غرزة اعمل 2، في الغرزة دي هاجي اعمل كمان 2 اهو، وارجع الماركر منساهوش. وهشتغل في كل غرزة غرزة عادي جدا. وهاجي بقى في الغرز اللي هي هنا 5 غرز، مش هعمل في اول غرزة والاخيرة، هعمل في ال3 غرز اللي في النص بس التزايد. ده هيخلي القاعدة عندك من هنا التزايد ملموم شوية ومن هنا كبير، فهيبقى ما تيجي تفردي القاعدة في الكروكس هتبقى مفرودة معاكي. طريقة القاعدة دي احنا عملناها في الكروكس اللي فات، وكنا عاملين لها فيديو منفصل. هحط لك الفيديو ان شاء الله في صندوق الوصف. تمشي بنفس الخطوات هتطلع معاكي القاعدة بتاعتك مظبوطة. هخلص انا القاعدة بنفس الطريقة ونرجع نشوفها. خلاص انا خلصت القاعدة عندي اهو، ده الشكل بتاعها. هنيجي نقيسها كده.
طبعا احنا متفقين ان احنا بنعمل القاعدة اكبر من مقاس الكروكس بسنتي عرض وسنتي طول، بحيث ان انا لما اجي اطبع القاعدة كده جوه الكروكس تبقى طالعة عندي من الجناب كده، مقفلة لي الجناب، وطالعة من هنا بغرزة، عشان دي اللي بنشبك فيها الجزء ده مع الجزء اللي بنقفله في الجنب. فده شكلها اهي، ومن جوه كمان بصي شكلها من جوه، مش عارفه باينه ولا لا، بس هي من جوه كمان جايه للاخر ومتنيه اهي. فده كده المقاس المناسب للكروكس. بعد ما ظبطته كده هجيب ماركرين وابدا اعلم عند بدايه الكروكس من هنا خالص كده اهي، واحط ماركر، والناحيه دي كمان اهي واحط ماركر، علشان اشتغل الجزء اللي هنا الدوران ده اللي انا بشبك فيه برضو الجزء اللي هنا مع الوش بتاع الكروكس. نفس الخطوات دي بتطبقيها في اي شكل كروكس او اي موديل بتنفذيه، طبعا مع اختلاف المقاس. هنجيب الخيط والابره اهو، ومكان ما انا علمت كده اهو خلاص بقى انا خدت مقاسي مظبوط. هبدأ مكان الماركر كده ادخل اوصل الخيط واعمل عندي ادي هنا بالابره بتاعتي رقم 4، او ممكن في الجزء ده تكبري مقاس الابره تخليها 4.5. هبدا اعمل عدد دوران الغرز عندي، انا قايساه في الفرده الثانيه 35 سلسله، فانت حسب برضو المقاس عندك. هعمل 35 سلسله، ادي 2 3 4، هكملهم وارجع. طبعا ما ننساش واحنا بنفصل القاعده زي ما اتفقنا بنسيب خيط طويل شويه، عشان ده اللي بنثبت بيه القاعده في الكروكس. انا هنا عملت ال 35 سلسله، هاجي اشبك في الماركر التاني هنا كده في نفس الغرزه، هعمل غرزه منزلقه اهي، وارتفع سلسله 2. هبدأ اشتغل سطرين من غرزة العمود بلفة علشان أأسس بيه المكان اللي بشبك منه اهو. ادي عمود 2، هكمل فوق ال 35 سلسلة، هعمل 35 عمود، سطرين يعني سطر رايح وسطر جاي. خلصت اهو سطرين العمود وخلاص بنهي الخيط. واهم حاجة بسيب برضو في قطعة من الخيط عشان بثبت بيها الشغل في الكروكس. كده انا خلاص خلصت القاعدة بالجزء بتاعها. الجزء الجاي بقى هنبدأ نعمل مع بعض الوش بتاع الكروكس. هنا احنا هنعمل فيه فكرة هنعملها زي فكرة اللي هي السمبوكسة دي، فهنحتاج نعمل قطعتين من الخيط. احنا هنا هنشتغل مثلا باللون الرصاصي واللون الكحلي، انت تقدري تشتغلي باي لونين، او تقدري تعمليها مقلمة مثلا هنا زي الفردة دي. هي الموديلات المنتشرة ان هي فردة وفردة، فردة مقلمة وفردة سمبوكسة، فانت تقدري تشتغلي بقى بالالوان اللي متاحة عندك. هنبدأ مع بعض نعمل 13 سلسلة عشان اعمل الجزء بتاع الوش في الكروكس اهو. هبدأ اعمل الجزء اللي هو يعني هقسم الوش بتاعي لنصين. احنا في الموديل اللي فات كنا عاملينها قطعة واحدة، هنا هنقسمها على نصين علشان اعمل جزء يعني بورب وجزء مظبوط. هنشوف مع بعض كده زي الفكرة دي اهي. هنا انا عاملاه كحلي في لبني، هنعمل هنا الكحلي في رصاصي، فنفس الفكرة هنعملها باللونين التانيين. فهشتغل الجزء ده منفصل والجزء ده برضو منفصل عن بعض. فهنا عشان نعمل المقاس بتاعنا هبدأ ب 13 سلسلة، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13، وهنعمل سلسلة ارتفاع. طبعا انا زي ما بشتغل بغرز الحشو، وهبدأ اعمل التزايد في كل دور. يعني هاجي في اول غرزة هنا واعمل غرزتين، ادي 1 2، وبعدين اشتغل في كل غرزة غرزة، واجي في اخر غرزة في الدور اعمل برضو جواها غرزتين اهو. هشتغل واجي لاخر غرزة ونرجع مع بعض. وصلت اهو لاول غرزة عندي في الدور او الاخيرة، هاجي اعمل فيها ادي 1 2 حشو في نفس المكان اهي.
يبقى انا كده هبدأ اعمل قطعة فيها تزايد علشان ابدأ اعرض الوش بتاعي. فهرتفع سلسلة والف الشغل وابدأ برضو اعمل في نفس الغرزة غرزتين حشو. ادي 1 2 واكمل لاخر الدور واعمل برضو في اول غرزة، يعني يبقى انا التزايد بعمله في اول واخر غرزة بحيث ان القطعة معايا. طبعا عشان اللون الكحلي غامق فانا صورت على اللون الرصاصي اهو، بحيث ان انا اطلع القطعة بتاعتي اهي بالشكل ده نازلة كده اهي. يعني لو انت هتلبسيها للكروكس عادي اهي، لو انت هتعمليها مثلا، او ممكن تعملي فردة سادة وفردة مقلمة. فانت لو هتلبسيها للكروكس هتبصي تلاقيها بصي اهي مطبعة من هنا مقفولة، وهنا جايبة عرض الكروكس بتاعي من هنا ومن هنا. طيب انا هنا هحتاجها انها تبقى سمبوكسة، فبعملها بقسم دي. انا بعمل الجزء ده اهو قطعة، والجزء التاني اهو عاملاه باجي عند عرض السلاسل من هنا اي مكان بقى مقاس الكروكس بتاعك اهي، باخد اللي هو يعني اعرض حته فيه كده اهي، واعمل سلاسل على قدها. وبرضه هتحتاجي ان انت تعملي تزايد عشان تجيبي الجناب اللي هي هنا دي، فهتبقى القطعه بتاعتك بالشكل ده. فهنا هنحتاج بقى نعمل اللي هما القطعتين دول، هتبقى القطعه دي كده اهي شكلها، وبنثبت عليها دي بالجنب كده اهي، فبيدينا شكل السمبوكسه. دي فكره لطيفه وبسيطه، وانتوا طلبتوا موديلات رجالي فانا شايفاها من انسب الفكر. ممكن تعملي الاتنين سمبوكسه، يعني تبقى دي سمبوكسه كده والتانية سمبوكسه زيها، او الاتنين مقلمين. فاحنا من نفس الفكره دي ممكن نطلع فكرتين للكروكس. طيب انا كده خلصت الوش وخلصت القاعده. طبعا هتخلصيهم بقى انت بالالوان اللي تحبيها. هنبدا فاضل لنا نعمل الاطار اللي احنا بنقفل بيه الجزء ده بتاع الكروكس. نعمل الإطار اللي بنلف بيه الكروكس. هشتغل 7 غرز، 4 5 6 7 طبعا حسب ارتفاع الكروكس عندك. وهعمل غرزة ارتفاع، يبقى كده انا بدأت ب8 سلاسل. هدخل في اول غرزة واشتغل غرزة حشو، هي عبارة عن سطور بغرزة الحشو. طبعا تقدري تشتغليها بغرزة نص عمود، بس للأمانة يفضل في شغل الكروكسات تشتغلي بغرزة حشو، علشان لما تيجي تلزقي الكروكس على الخيط على الكروكس ما يبقاش المسافات واسعة وتبصي تلاقي الشمع بيطلع من الغرز. فخلي شغلك ضيق، ودايما يعني ايه، لو الابره مثلا بتشتغل الخيط بابره 4 ممكن نخليه 3.5 لو انت ايدك واسعه. طيب خلاص انا عملت 7 غرز، هرتفع سلسله والف الشغل واشتغل سطور من غرزه الحشو حسب ما يلف معانا الكروكس. هخلص السطور وارجع اوريكي شكلها هيبقى قد ايه. ما اشتغلت سطور من غرزه الحشو اهي ده شكلها اهي. هاجي انا عايزاها تبقى لفه الكروكس وتبقى مرتاحه، يعني بصي لا تبقى مشدوده ولا تبقى اهي اهي كده. هبدا انضف بجيب ابره التنظيف وهقفل. ممكن تقفليها بغرزه منزلقه، بس الغرزه المنزلقه بتخليها عاليه، فانا بحب اعملها بابره التنظيف. بيبقى الغرز كلها زي بعضها وما بتبقاش مدياني ارتفاع، فلما باجي اثبتها في الكروكس الحالة دي هنبدأ نثبت القاعدة في قاعدة الكروكس. طبعا هنحتاج إبرة تنظيف ويكون ليها سن، مش اللي هي سنها ناعم، لا هنحتاج ليها سن زي إبرة الخياطة العادية بس تكون كبيرة. هبدأ أظبط مكان الكروكس بتاعي بالظبط، لأن احنا في المرحلة دي خلاص احنا بنثبت الكروكس فمش هينفع يتحرك. يعني تظبطيه صح، اظبطيه كده كويس. دي القطعة هي اللي احنا عملناها علشان نثبتها اهي كده اهي كده ده شكلها. طيب انا دلوقتي هظبط ال القاعده بالظبط كده، وهبدا. انا حطيت الخيط في الابره اللي احنا الخيط اللي كنا سايبينه اهي. طبعا احنا عارفين مقاس الكروكس ده ما شاء الله كبير، فايه هحتاج ان انا ادخل كده
بقى في الجزئية دي انا ثبت الخيط في الابرة، وراكب الجزء ده ثبته كمان في الكروكس. اهم جزئية ان انا حافظ ان يبقى طالع سطر كده او غرزة من حرف الكروكس، عشان بنثبت بيها الوش بتاع الكروكس. نبدأ اثبت الوش على الكروكس. هنبدأ نجيب القطعة اهي اللي احنا عملناها كده اهي بالشكل ده. طبعا هثبت القطعة اللي تحت الاول، وبعدين اظبطها بس الاول كده. وزي ما اتفقنا لازم بنسيب سطر كده اهي، تبقى طالعة من الناحية دي عشان بثبتها مع الجزء ده. فهظبط من الجنب ده كده اهي، بسم الله، وابدأ اثبت. اجيب المسدس الشمع اهو، وثبتي وما تضغطيش جامد عشان الشمع ما يطلعش من بين الغرز. ابدا اجيب بقى خلاص انا بعد ما ثبت دي كده هبدا اجيب القطعه التانية بتاعتي الكحل كده اهي، وابدا احطها. خلاص انا ثبت الجزء الكحلي اهو بالشمع، خلاص كده اهو ده شكله. كل ده ما تقلقيش منه، بنداريه اهو. الاطار اهو اللي احنا كنا عاملينه. هبدا اهو كده شكله، اثبته كده، خليه في النص هنا بالظبط اهي، اهو بالشكل ده اهو. هاجي قبل ما اثبت الجزء اللي ورا ده هنا القطعه دي هحط فيها شمع، ما تكتريش قوي عشان ما تبقاش بتتحرك اهو، عشان تثبتها لي. بس انا كده كده هوصل ده بده خياطه او بابره الكروشيه والخيط. هجيب الخيط اهو، نجيب الخيط والابره، واجي اخد الغرزه اللي هنا اللي في النص بالظبط، حاولي تبقى في النص بالظبط اهي اهي. خشي بين الغرز، طبعا انت ما عندكيش غرز منتظمه يعني، هدخل بين الغرز كده اهي، واخد الغرزه المقابله ليها في القاعده واطلع، هرتفع سلسله وابدا اخد غرز حشو. اخد غرزه هنا ومع الغرزه المقابله ليها هنا هاخد الخيط انضفه معايا واطلع اهو.
خلاص اهو الشكل النهائي ليه بعد ما خلصنا التقفيل. اهم حاجة وانتي بتلزقي يكون بالك طويل وبهدوء علشان الشمع ما يطلعش من الغرز، والحتة اللي بتتلزق خلاص ما بنقدرش نرجع فيها. ده شكله النهائي اهو، اللون ده وده اللون التاني. الموديلين تقدري تطلعي منهم افكار كتيره، تقدري تعملي واحده فرد، الاتنين مقلمين، الاتنين سمبوكسه. طبعا ده بيرجع لذوقك، تنفذي بيه مقاسات كبيره واطفال وحريمي. ده طبعا يعني معاكي بقى زي ما انتي حابه. لو اول مره تشتركي، يعني لو اول مره تشوفينا، ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش تقولي لي رايك في الفيديو لو استفدتي معانا. وان شاء الله نتقابل في فيديوهات جديده وافكار كتيره. استودعكم الله واسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.